السلام عليكم. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي انا كنعتمد عليها النهار اللي ما كنعرفش شنو غادي نوجد، يعني في شي وقت، يعني في الغداء اولا في العشاء. كنمشي نيشان هاد الطريقه هذه اللي كندير ديال البطاطا. كما كتشوفوا هنا خديت واحد جوج بطاطات موين، قطعتهم بهذا الشكل هذا مربعات، يعني كبارين شويه. ممكن انكم ديروهم صغار، لكم الاختيار. المهم كما كتشوفوا هنايا راني كنقطع فيهم. هاد الطريقه هذه سهله ومسربيه دغيا، يعني ما كتاخذش لكم الوقت. ممكن توجدوها العائلات ديالكم او لوليداتكم الا كنتوا يعني مضطرين انكم توجدوا شي حاجه يعني في وقت اللي هو قصير. كما كتشوفوا هنا انا غادي نغسل البطاطا اللي قطعت. كناخذ واحد البصله كنحاول نشلضها. راه تقدروا حتى يعني عفوا حتى البصله تقدروا تقطعوها حتى هي كبيره شويه، يعني كيبقى الاختيار ديالكم، بان البصله راه دغيا كطيب كما كتعرفوا. الفلفله حتى هي كناخذها كنقطعها حتى هي صغير، طريفات صغار. الا كيعجبكم الخضار تقدروا تزيدوا اي نوع اخر ديال الخضره، تشحروه حتى هو معها. انا المهم انا كيعجبني انا ناكل، يعني البطاطا كيعجبني ناكلها غير مع البصله والفلفله، يعني كتجي موالمه معها. المهم غادي نبقى كنقطع في الفلفله حتى كنكمل التقطاع ديالها، ومن بعد غادي نوريكم شنو غادي ندير. هنا كناخذ واحد المقيله كندير البصله والفلفله اللي قطعت، غادي نزيد عليها العطريه كندير هنايا شويه ديال السودانيه، البزار، التحميره، الملحه. المهم كناخذوا شويه تقريبا معلقه صغيره ما عامرش. هنا كنشحر الفلفله والبصله مزيان حتى كتشوف تقرب انها طيب. ومن بعد كنضيف البطاطا اللي نقينا واللي قطعنا. المهم راني قليتها، احسن تقليوها باش كتجي زوينه، يعني كطيب دغيا. هنايا كنشحر داكشي مزيان كما كتشوفوا حتى البطاطا كتاخذ داك اللون ديال الشرموله. من بعد راه ناخذ واحد 3 ديال البيضات، كنخلطهم مزيان وكنضيفهم على هاد البطاطا، وكنغطيه على المقله بما طاب البيض. كما كتشوفوا دي النتيجه. كنتمنى الطريقه تعجبكم، راه كتجي لذيذه الصراحه بزاف، وممكن انكم تضيفوا الفرماج من الفوق. راه كتجي لذيذه بزاف هاد الطريقه ومسربيه دغيا بصحه وراحه.